العرب كلهم فرحانين للمغرب ومبروك للمغرب. اي فرقه بتلعب فرقه عربيه خايفه منها، لكن هم كانوا بيلعبونا قبل ما يلعبوا المغرب، بيلعبونا عادي اللي هو نكسبكم 5-6 زي ما حصل مع ايران كده، انت فاهم؟ لكن بعد كده هيبقى للعرب هيبه في كل المطوشه. المغرب عامله معجزه حرفيا، اللي بتعمله ده ما يتصدقش حرفيا، اقسم بالله. منتخب يعني احنا دايما كنا بنقول ازاي منتخب عربي اصلا يوصل نص نهائي او دور 8. دلوقتي المنتخب بيوصل نص نهائي بيطلع اسبانيا والبرتغال، اتقل فرقتين، اتقل فرقه بطوله. انت بتقول اطلع على اساس ان مصر بتلعب؟ لا، ما هو احنا بصراحه دلوقتي احنا كلنا عروبه، يعني احنا هي المغرب بتشرفنا كلنا وبتمثلنا كلنا، فهي مننا دلوقتي كلنا. بالنسبه لمنتخب المغرب اعرف ان هم طول عمرهم اللعيبه بتاعتهم رجاله، وفي المطوشه اللي زي دي بيبانوا فعلا ان هم رجاله. بقول لك يا عمار، انت شايف الماتش النهارده ايه؟ لا، رجاله رجاله، والمغرب ده لا مؤاخذه الله يكون في عون الجمهور، خدت بالك؟ والمدرب خدت بالك المغربي، لان احنا كنا قاعدين على اعصابنا، احنا قاعدين على اعصابنا، ما خدناش نفسنا وفرحنا غير مع صفر الحكم. واحنا نفرح ليه اساسا؟ ايه اللي يخصنا في الموضوع؟ لا ده المغربي دوله شقيقه وتبعنا دوله عربيه، يكفي ليه دوله عربيه. يعني انا شايف النهارده فرحه في عينيك، مش لا لازم احنا كنا قاعدين على اعصابنا، امال هم يبقوا عاملين ازاي؟ ده احنا ما خدناش نفسنا غير بعد ما صفر الحكم. طب انت كنت تتوقع ان المغرب توصل يعني لنصف نهائي؟ لانهم رجاله بيلعبوا بروح، رجاله وبيلعبوا بروح. اللي جاي ان شاء الله ممكن نوصل للنهائي ان شاء الله. هو هنقابل ايه؟ هنقابل فرنسا او انجلترا. لو قابلنا انجلترا ان شاء الله ممكن نكسبها برضه ان شاء الله. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك ومبروك للشعب العربي كله. بقول لك ايه يا عالم، انت النهارده شايف المغرب ازاي؟ والله هو المغرب فاجئنا كلنا من اول البطوله، والواحد ما كانش متوقع اصلا ان في بطوله ان في فرقه عربيه توصل للمرحله دي. ده فخر لينا وفخر للعرب كله الصراحه. طب لينا احنا مالنا ومال الموضوع؟ لينا عشان احنا عرب، لان ده هيخلي العرب اي فرقه بتلعب فرقه عربيه خايفه منها، لكن هم كانوا بيلعبونا قبل ما يلعبوا المغرب، بيلعبونا عادي اللي هو نكسبكم 5-6 زي ما حصل مع ايران كده، انت فاهم؟ لكن بعد كده هيبقى للعرب هيبه في كل المطوشه. انت شايف المغرب ممكن يعني توصل نهائي؟ ان شاء الله. اتوقع بس باذن الله لو فرنسا خسرت النهارده ان شاء الله المغرب في النهائي. وافتكر الكلمه دي، فرنسا لو خسرت النهارده المغرب هتكسب انجلترا، لان اللعب متشابه. انجلترا لعبها عامل زي المغرب، تهاجم حبه وتدافع حبه. طب انت بقى افتكر الكلمه دي، لو فرنسا برضو كسبت النهارده ان شاء الله المغرب في النهائي. باذن الله انا اتمنى حاجه زي دي، وان شاء الله مبروك للعرب كلهم باذن الله. بقول لك يا كوتش بامانه كده، انا شايفك من اول البطوله وحاسس ان انت مغربي، ايه اللي بيحصل؟ المغرب عامله معجزه حرفيا، اللي بتعمله ده ما يتصدقش حرفيا، اقسم بالله. منتخب يعني احنا دايما كنا بنقول ازاي منتخب عربي اصلا يوصل نص نهائي او دور 8. دلوقتي المنتخب بيوصل نص نهائي بيطلع اسبانيا والبرتغال، اتقل فرقتين، اتقل فرقه بطوله. الحدث ده طبيعي؟ لا طبعا لا. طب انا من وجهه نظري شايف ان منتخب المغرب يستحق التواجد في ابعد من كده بعد اللي حصل. ان شاء الله يوصل نهائي ان شاء الله، بس اهم حاجه يعني اللي شايفه لو انجلترا كسبت النهارده فرنسا يبقى سهل المغرب تكسب انجلترا، ده من وجهه نظر انا، لان دفاع انجلترا دفاع بطيء. ايه اللي خلاك تشجع المغرب بالطريقه دي؟ راجل مغربي، انا بحب المغرب، بحب الارجنتين. طبعا النهارده فرحه مش طبيعيه، كل الجماهير المصريه مش مصدقه اللي حصل. شايف الماتش ازاي، او انت كنت متوقع اللي بيحصل ده؟ لا حاجه مش طبيعيه والله، ما حدش كان يتوقع كده بصراحه، ان المغرب قابلت اسبانيا، ما حدش كان يتوقع بعد 120 دقيقه اللي هم لعبوهم دول. قعدوا وقت كبير قوي، وكمان البرتغال جايه من راحه كسبانه 6 ومريحه كريستيانو ومريحه لعيبه. طلعوا سيرجيو راموس، اسمه ايه، راموس، ايوه راموس جاب هاتريك، واكتشفوا لعيب جديده، وكنا متوقعين من البرتغال حاجه كبيره جدا. ما كناش متوقعين بصراحه من المغرب انها تكسب كده، وكمان كسبت في الوقت الاساسي 90 دقيقه، ما راحوش لاشواط اضافيه، ما راحوش لاي حاجه، فحاجه بصراحه يستحق عليها سقفه كبيره جدا، وما شاء الله يعني ان شاء الله يكملوا، وبجد مش عايزين نفكر في اللي جاي ايا كان. طب استنى بس، يعني بقى مهما رحت بخيالك، مهما خيالك وسع، كنت بقول لك مهما مش هروح، مش عايز افكر في اللي جاي، عايز افرح دلوقتي، مش مهم اقابل فرنسا ولا انجلترا، المهم افرح دلوقتي. مش لا انت كنت كعربي كنت يعني لا تتوقع ان انا اصلا من الاول من دور المجموعات انا قابل ان انا العب كندا والعب كرواتيا والعب بلجيكا في دور في المجموعات، دي حاجه خيال اصلا، وان انا اطلع كمان كلين شيت قدام كندا، اون جول بس، كلين شيت قدام كرواتيا، قدام بلجيكا، اطلع كلين شيت قدام اسبانيا والبرتغال، دي حاجه خيال. انت بتقول اطلع على اساس ان مصر بتلعب؟ لا، ما هو احنا بصراحه دلوقتي احنا كلنا عروبه، يعني احنا هي المغرب بتشرفنا كلنا وبتمثلنا كلنا، فهي مننا دلوقتي كلنا بصراحه.
النهارده طبعا يوم مش طبيعي. مش طبيعي في الوطن العربي كله، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله بجد. تعالى بس، انت عمال تصور من الصبح، ايه اللي بيحصل النهارده ده؟ ده اللي بيحصل ده انجاز ما بعده انجاز، يعني بالنسبه للمنتخب المغربي اللي بيمثل الوطن العربي كله، وحاجه يعني فرحه المصريين يعني مش هتيجي اقل من فرحه المغاربه كلها. انت كنت يعني مهما وصل خيالك كنت تتوقع ان والله انا اعرف بقى يعني طول عمري يعني بالنسبه للمنتخب المغرب اعرف ان هم طول عمرهم اللعيبه بتاعتهم رجاله، وفي المطوشه اللي زي دي بيبانوا فعلا ان هم رجاله وما بيخافوش من اي حاجه وما بيخافوش من اي بس ماتش. استنى بس، عايز اسالك على حاجه. انت كعربي او كمشجع يعني بتتفرج على كاس عالم، كنت تتخيل ان المغرب النهارده او اي فريق عربي يوصل للمراحل لنصف النهائي؟ والله يعني كان يعني اقصى طموحاتنا ان يعدوا الادوار اللي هي المجموعات، لكن نوصل الدور قبل النهائي دوت او النصف النهائي ده انجاز يعني ولا الخيال. نوصل ازاي؟ يعني احنا مش مصر اللي بتلعب المغرب. ما المغرب هي مصر، المغرب هي الوطن العربي كله، يعني في اي مكان في الوطن العربي هتلاقيهم نازلين في الشوارع ومبسوطين وبيهيصوا كانهم في قلب المغرب. بقول لك لو اي حد يصور لو اي حد يصور في اي مكان في الوطن العربي هيقول المكان ده في المغرب، مش في تونس، مش في الجزائر، مش في مصر، هيفتكر ان الكلام ده في المغرب. لكن اقول ايه، الف مبروك للمنتخب المغرب اللي شرفنا وشرف الوطن العربي كله وشرف بافريقيا كلها. بقول لك انت كنت تتوقع اللي حصل النهارده بامانه؟ بامر الله لان بيلعبوا رجاله بجد، رجاله بجد زيهم زي اكرم توفيق كده، رجاله. لو عندنا 11 راجل زي اكرم توفيق نكسب العالم كله. طب اسالك سؤال بامانه، مهما خيالك وسع كنت تتخيل ان دوله عربيه توصل قبل نهائي كاس عالم؟ لا طبعا لا، الحدث مش طبيعي. طبعا عشان كل البطوله عربيه والعرب كلهم فرحانين للمغرب ومبروك للمغرب. عم احمد، انا شايفك النهارده قاعد بتشجع المغرب بشكل مش طبيعي. لا مش بشكل مش طبيعي، احنا بنشجع المغرب لانها مجتهده وبتلعب كوره. انت كنت تتخيل ان المغرب تلعب قبل نهائي كاس عالم؟ لا والله ما كناش متوقعين، ولكن من مع الكفاح واللعب وهم ناس مجتهدين ومخلصين، فربنا سبحانه وتعالى كرمهم. طب انت شايف ان المغرب هتكمل ولا خلاص على كده؟ هتكمل ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. كابتن محمد، انا شايف النهارده فرحه في عينيك ما بنشوفهاش بقالنا كتير. طبعا انا سعيد جدا باللي قدمه الفريق المغربي، شرف القاره العربيه والافريقيه، واكيد اشتغلوا على نفسهم كتير قوي. وانا حاسس احساس بعد طلوع البرازيل والمانيا والفرق الكبيره دي بالوضع اللي انا شايفه ده، ممكن الفريق المغربي يعمل مفاجآت. مفاجآت يا كابتن؟ ممكن ناخد كاس عالم؟ هو طبعا صعبه، ولكن الكره فيهاش مستحيل. مين عارف بكره يبقى في ايه؟ بس انا شايف ان المغرب تستحق ان هي تكون في النهائي. طبعا تستحق. انا شايف ان المغرب كل مباراه بتبقى اقوى فاقوى، واتمنى من ربنا انه يواصل. هو انت مغربي ولا مصري؟ ايه؟ انا مصري، مغربي، سوداني، سعودي، قطري، العرب كله. بتمنى لاي فرقه عربيه التوفيق. عايز توجه حاجه للناس هنا مثلا؟ بالنسبه للكره المصريه اتمنى من ربنا ان نعيد نبدا من الصفر، وفي نفس اللحظه يعني المغرب وتونس والجزائر عندهم لعيبه كتير بيلعبوا في اوروبا، وطبعا وغانا ونيجيريا. احنا ليه ما نبعتش اللعيبه بتوعنا وهم صغيرين بالسن، ما نقعدش نتمسك بيهم؟ بص تلاقي مثلا فرقه زي غانا ونيجيريا والكاميرون عندهم لعيبه فوق ال 50 60 لعيب في العالم بيلعبوا. احنا عايزين نعمل كده. يعني ميدو وهو صغير سافر. انا شايف وجهه نظر ومحدش يزعل مني، منتخب مصر مفيش لعيب محترف غير محمد صلاح. كابتن عبده، ده النهارده فرحه مش طبيعيه، انت مفتقدها بقالك كتير. الحمد لله رب العالمين، واحنا طبعا مبسوطين جدا جدا وسعداء بجد يعني للمكسب ده، وحاجه تشرف بجد، حاجه تشرف لينا كلنا يعني. طب يا كابتن، انت كنت تتوقع ان المغرب تلعب قبل نهائي؟
لا عشان برضه نبقى واقعيين، هو كده ده انجاز ما مش هيحصل تاني يعني، حتى العرب ولا الافارقه صعب ان حد يكرر الانجاز ده. طب ليه يا كابتن احنا الحمد لله النهارده بنلعب قبل نهائي، وحتى كل الفرق العربيه ظهرت بشكل كويس، تونس بتكسب فرنسا، السنغال بتعمل متوشه قويه جدا. مش مقياس ان تونس لما كسبت فرنسا كان بتلعب بالسكند، ما بتلعبش بالفيرست، وكذلك برضو البرازيل لما اتغلبت من الكاميرون.